هذا في واحد الله يرحمه، واحد مطيري رفيق لي الله يرحمه توفى، قال محمد المهلكي، قال ابو فارس من اهل الجبيل، قال صرنا وياه علينا برد في المربعانيه، نعم، وفي حدودها الصلب من جنوب. صلينا العصر ولا معنا طير طلع، والطير هذا الحياة ابو فارس الله يرحمه، الطير هذا لا طلع مع الدريشه احلف انها على حباره، ما في كلام، ما يكذب، طير بلوس رقم واحد، ما شفت مثل الطير هذا. ويوم طلع الطير عقب ما صلينا، نعم، وانا اللي اسوق وهو بجنبي، هو الله يرحمه كان ماخذ اللغافه على المرتبه، وشاف والطير طلع، قلت لا تحرك امسك ارضك لين يطلع الطير، الطير شاف. المهم يسوق ورا الطير للطير يوم راج، وانا اوقف، قلت حول الحباري عندنا تخامرت، اثرنا وقفنا عروس وهي تطير، الحباري طعمك ثنتين، وحده تروح شرق وحده تنطح الشمس. قلت انا اللي تحت الشمس خلها عليه، انت تسبر لي مع الطير شوف وين يتجه، واخذ الدربيل واسبرها لين حطت، ونروح الحبار يصاد الطير ونشيلها ونروح على ذيك. يوم جينا حول حروتها قلت تراها وقعت هنيه بس يمكن تخمر، حول الارض ما فيها قصص، ربها تحرك للطير. يوم حول الله يرحم عليه، يوم طارت، يوم طارت للطير طالع ما يدريش، الطير ما يلحق، عارف انه ما يلحق، لا ما يلحق، طير يطلع طير بلوس، طير يصدها بالارض، اما لحوق ما عنده لحوق. ويوم شفت الحباره اعطت الهواء منكب، دريت ما عنده سالفه، خوي بالارض، قلت ما دام الطير قاعد خليه يقعد معي وانا اسوق وراه. ولا معي طير ثاني توه منقول بعد، وانا اتناوله واعطيه اياه، توه منقول ما دعي واطردها. ولا معي ذاك الفرخ وانا اتناوله والحقها ويعلقها لين حول امه، واحول لا حر فرخ، واخذها وانا انزل قلت بسوي فيه مقلب، بقول الحباره راحت برفع ضغطه، واخذ الحباره واحطها في الشنطه مع العزبه هذيك في المرتبه الخلافيه وهو يدري عنها. يوم جيت له ذاك في راس الضلع ولا دونه طير، واجذب الطير هذا عقبها اروح ارجع له، يوم جيت له هو يا طيره في راس الضلع بشر، قلت وش ابشر، حباره وراحت الطيور فاشله ولا فيها، ما هي احنا موفقين. قال اذكر الله اذكر الله يا رجال، هذه صيدين وحده لنا وحده للجيران. قلت لا ما نبي شيء يروح، المهم نحرك، الشمس تبى تغيب. نعم، والله ما خذينا لجرت ذاك الخرب، عز الله باقي ربع ساعه وتغيب الشمس، ونقوم نقطع له لا الحباره اليوم ولا هي من الحبار اللي احنا صدنا، عارف داري انا. المهم وانا قص الحباره يوم هنا قال يا ابو قبله الشمس غابت خلينا نعشي. قلت يا رجال اصبر اذكر الله، ويثنيها مره ثانيه، قال الشمس غابت خلينا نعشي. نعم، يوم جاء ثالثه قال الشمس غابت يا مسلم خلينا نعشي. قلت انا لا غابت الشمس اعشي وين ما اعشي، واهم حاجه اعشي عند جرتها. قال ويش؟ قلت لي تسمع. قال زين، وحنا نقوم من ندور الحبار وهي لا جرتها مع ذيك الشقيه في ذيك الدشه برد. قال وقف، يوم قال وقف حسيت شاب الحباره، وفك الباب وحول ويفك العزبه ورا، وهو ينطل العزبه كلها في دشه بالمربعانيه برد. قال علي الطلاق تعشي عند جرتها، وينزلوا العزبه. قلت يكون طلقت بعد. المهم رحت قلت خلاص نزل العزبه، بروح الضلع ذاك بجيب حصى للطيور، ما يركز الوكر. المهم يوم جيت شاب نظم مسوي القهوه واروح انا اقطع انتف الحباري، قال اسهلي. قلت نعم. قال والله هي القصيده اللي خلتني ارقد فيها الدشه، يا عشاك ما ذوق انت تخلص القصيده. يا ولد قال ابد. قلت ابشر بالقصيده، وهو ينسدح وانا اطبخ العشاء واسوي واتقاوى لحالي، ولا الجوزين وصيد الحباري مستانس ويعني الله عليها. وانتشرت القصيده هذه مع الصقاقير. ايه وش قلت؟ انت يقول لغابت الشمس عشي وين ما عشي، واهم حاجه عشي عند جرتها، في خايع ما يدل كلمه مشي برضا خل ادلها وادل يمتها،
قاع سقاها الحياة والسيل ما نشي، مع طلعة الشمس تشعل قلب خضرتها، مع يشقر يطلع اللي عينه تنخشي، لا شافته شافها كبرت مصيبتها، لا من نصاها تكبر نشها نشي، وعقرب عليها وعطيته مخامتها، من طرح فارس ولا هو من جني عشي، يلي جهلتوا بها نعرف فصيلتها، صقارها اللي يعرف الطير من غشي، له نظرة بالنوادر فوق شبتها، ومشن وبسط الخلا والغيم له رشي، يشفي هموم الحشا وتروح ضيقتها، وخير من مجلس أهل النم والحشي اللي يبهر، وخير من مجلس أهل النم والحشي اللي يبهرج القفا تطبع صحيفتها، ترسل كما ترسل الأقمار للدشي، ولا قناة مراسلها بشاشتها. وهذا كلامي، ومن هو باقي مفشي وتكرم رجال حمتها طيب سيرتها. قال صح الله لسانك علي الحرام لك لحبه. الله يرحمه ويقول